السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حصاد الأسبوع، ونبدأ كالعادة في أول خبر من الترند اليمني. الأسبوع هذا مر فيه بعض الأشياء المحزنة والمفرحة والمضحكة والمبكية. غرق طفل أيلول في تعز، سحبته السيول ولم يجدوه إلا بعد يومين رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الخبر الثاني وهو لشخص يشكي من أمام شركة 73 اللي هي يو. ليش فصلون الشريحة حقه بعد أن راح اقترب سنتين؟ يقول أنا قاطعها في جوازي. يا عزيزي ولكل مشترك، اقرأ العقد وقت ما توقع أنت إذا شريت شريحة. الشروط أنها معروفة 3 أشهر تقريبا. بعض الشرائك في بعضها مدى الحياة وأنواع، ولكن أنت اقرأ العقد وتعرف أن بعد 90 يوم يفصلوها إذا ما عبيت. هذا هو الاتفاق. خبرنا الثالث لقطة لأبو حيدر. أبو حيدر بين كماشات الحكومة والإعلام والجماهير والقات والحراج وكل شيء. ترى ولا الشهرة ما هي سهلة خالص. طبعا هذه اللقطة اللي صوروه يعني في هناك يا جماعة مداهنة سياسية تسمى تغاضي كذا كذا. لا تشوفوا أن الناس قاهم متعادين كذا، وهذولي وهذولي كما بيسدوا بالأول والأخير. أنا شفت هذا واحد متعمد إنه ما يرفع يده في ذا. لا تورطون الناس يا جماعة، في مداهنة وفي تغاضي من كلا الطرفين يعني. الخبر الرابع وهو للمذيعة حنان فازع، مذيعة يمنية في التلفزيون الآن تقريبا في قناة الجزيرة، قد توظفت. شخص غلط عليها تقريبا ويتكلم عليها بالفيسبوك. قررت وفعلت منشور انها بترفع عليه قضيه دامه في السعوديه، وانه في هناك من يعاقب على الجرائم الالكترونيه. قبل ذلك طلبوا منه يعتذر، كان رافض بالاول والاخير، طلع منحني الراس واعتذر. انا سجلت فيديو ولكن شكله طحس مع اللي طحسون، خاصه اذا في ترندات كثيره او مشغول ما اقدر اخلص الفيديو، اسجل وبعدين يجزع علي. كنت تكلمت يعني اذا في بلادنا كان هذا الشخص والله ما بيعتذر ولا يمكن يرجع يغلط مره ثانيه. وايضا قلت لو كان في قانون في بلادنا يعني يردع مثل هكذا قوانين يعني كانت الامور طيبه. شعب الصميل شوفوا طلع معتذر ومطعطي الراس. يا زمن. واما خبرنا الخامس سيدخلنا التاريخ يا جماعه. اصحاب التوك توك هؤلاء عايشين في مكان اخر. نتابع اول. لا تلوموه، كل الناس كذا اللي يتربون بعد 2000 وكذا متعودين على السوشيال ميديا يشوف انه على حق. شوفوه الحين متكلم من جده. انا كنت تكلمت ايضا على هذا الشخص بفيديو منفصل وطحس مع الطاحسين. الخبر السادس عفوا من رون الجن في القبيطة تقريبا بلحج أو في تعز، في المناطق هذه الجبلية الوعرة. يعني أنا أعتب على أصحاب القواطر، يعني ليش تدخل القاطرة حقك في مثل هكذا أماكن وتمشيها؟ هذه الجبال في الصين كذا يعبروا من جبل لجبل ويوصلون إلى المكان الذي يريدوه. لكن في بلادنا وعورة الطريق، ولكن مثل هذه ما لها طريق. هذه طريقة إبل، ما هي طريقة قواطر تحمل آلاف الأطنان. البعض يقول يعني علشان يشتغلون لقمة العيش. إذا وقفوا كل القواطر وكل واحد رفض بيشوفون حل، لكن دامه هي ماشية تمشي. الخبر السابع فيديو غريب لشخص هو قد كان قبل مدة ولكن شاهدته اليوم. شخص انسجن 16 سنة وطلعوه من السجن، ولكن قال يريد يرجع السجن. قد تأقلم الراجل مع السجن وشكله قد كان مرتاح. يعني في تسهيلات شوفوا ببلادنا. لا تقولون أوروبا، أنا شفت بعض الناس يشوفون السجون في أوروبا وما أدري إيش. وبلادنا نفس الخبر، في مطاعم وفي بقالات. أنا أعرف واحد الله يستر عليه يعني قد كان المهم إنه مسجون على عدة قتلات، ما هو قتلة واحدة. اشتغل في بقالة في السجن حسب ما سمعت يعني، بس يكون مقيد بداخل السجن فقط، ويرسل مصاريف ويشتغل في البقالة وينزل المندوب للبقالة ويرسل مصاريف لعياله. الله يصلح البلاد والعباد. وهنا نصل إلى ترند البنت الذي قفزت من السقف أو رجمت بنفسها. لا أحد يعلم عن تفاصيلها لأن تضاربت الأنباء. البعض يقول مريضة نفسيا والبعض يقول جبروها على الزواج، ولكن شفت الأغلبية يقولون إنها ما تريد ترجع لزوجها وكانوا هم يجبروها، وبالأخير كانت النهاية المأساوية. الله يرحمها. وهنا أحد الناشطين صالح بن صالح يسوي الإعلان هذا بطريقته الخاصة. نشاهد. خبرنا العاشر لقطة لشاب يغني ولكن ما حد بيخلي له حاله. خلوا له حاله. الحمد لله الانترنت الحين للجميع، ولا كان يعني بيقطعون عليه المتنمرين والحاجات هذه. كل واحد يشغل نفسه بحاجة تنفعه، لا تشغلوا انفسكم بالناس. صح يعني صوته ما هو حلو، خلوا على نفسه يا أخي. صوته شاف صوته ما حمل الفيديو إلا هو قد شافه ومقتنع فيه، ما حمله إلا هو مقتنع فيه. نشاهد لقطة.
وهنا نصل إلى مشهد مؤلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع الموسيقى الحزينة. تابعوا. المهم انتظروا العجائب، سندخل التاريخ من أوسع أبوابه. المتكتك الأول قال: وهذا شعطة الفنائل والبنطلونات، جنان يخارجك ولا عقل يحنبك. وهنا فيديو لمنزل على حرف الهاوية أصبح بهذا الشكل. إن شاء الله أنه ما يصير عليه شيء، ولكن الحل الوحيد أنه يدعم جاره أو يسلفه أنه يبني المبنى هذا اللي تحت علشان يكون داعم للعمارة. بيقضوه أنت سلفه بس لصالحك هذا. وهنا خبر وفاة أحد الشباب من ذمار وهو عايد من السعودية عبر الحدود بطريقة غير شرعية. يا جماعة لا أحد يتهرب ولا يصح إلا الصحيح. كنت عرضت فيديو في القناة للمزيد. عرفات قيفان أحد الناشطين يتكلم عن البنت التي ماتت في المحابشة. نشاهد قليل. صحيح مثل ما قال: ليش تقتلي نفسك علشانه؟ هو قال يعني اقتليه. لا كنت في عدة حلول، لكن البنات حين إذا غلقت الأبواب في وجوههم لا عاد يعرفوا كيف يتصرفوا. أيضا شاهدت بنفس اليوم في مصر بنت على بث مباشر ونقزت. هذا مش حل يا خواتي. يعني الحل الواحد يشوف تصرف اسألوا شات جي بي تي أفضل صديق الحين في الحاجة هذه. أنا أمس سئلت عن كتاب شمس المعارف، ما أدري كيف كذا، شرح لي وقال في الأول والأخير وخلاصة الكلام ابتعد عن هذا، لأنه يندي لك المرض النفسي. افعل عليه فيديو في قناتك أو هكذا، أما إنك تقرأ الكتاب لا. وهنا نشاهد المبيدات تبع مزارع القات من عند مختبرات صالح أخو ناجي، مثل ما نشاهد هنا وهو يرش المبيدات للتوعية. يعني البعض يكون يأكل القات بدون ما يغسله، وما هو لأنه ما شاف، ولكن إن شاء الله الفيديوهات تنتشر، وجميل جدا أن الناس يفعلون توعية أو حملات مثل هذه، رغم أنهم هم مزارعين قات ولكن يغسلوها أصحاب المزارع عارفين أنه في سم مرشوش. لكن في بلادنا إذا ما هوش مسمى ما هوش قات. ما أدري أنا كيف نحن تضيع البوصلة علينا. لا حول ولا قوة، الله يصلح الحال. وعلى ذكر التخازين، أصبحنا مسخرة عند إخواننا العرب. نشاهد هذا الشخص يعني يأكل خس وقال قد حصلت نفسي يمني. نشاهد. وهنا خبر لأصحاب الزيارات في المملكة العربية السعودية: آخر موعد للمغادرة هو تاريخ 1 ذو القعدة لتجنب الغرامة أو مخالفة الأنظمة. وهنا شاهدتنا فيديو تقريبا من رجال المرور، أحد الناشطين هناك عرض باص صدم عجوز ولا حول ولا قوة، وبكل برودة. ما أدري يعني ما هو مسرع، يمكن منشغل بالجوال أو كذا، وبالأول والأخير هرب. هيجيبوك ما يجيبوك. يعني إذا ما طلعتك الكاميرا هذه بتطلعك كاميرا محل آخر من قبل، بيروحون يراجعون في الوقت وفي التاريخ، يجيبوك بطريقتهم الخاصة. 45,360 باكت سيجارة. يمني يجمعها كذا في الغرفة هذه بهذا المنظر، يعني ما شربها طرحها هنا. أنا يذكرنا بواحد كان يعبي كروت الاتصال يجمعهم كذا ملت كرتون قد كانوا في الغربة طبعا. هذه الفتاة يمنية من تعز، تزوجت أمريكي، ذهبت هناك للدراسة، مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت حاليا وبعض القنوات يعني شفتها بالكلام حقها كذا والضحكة والمشخص. ذكرتني بأيوب طارش عبسي حتى كذا، كلام أيوب طارش نفس الحركة هذه. وما نزال في أمريكا، وخبر فتاة اختطفت وهي ذاهبة إلى المدرسة، تبلغ من العمر 16 سنة، ولكن استعادوها أو قبضوا على الخاطف بطريقة سريعة، وهو عبر متابعة الجي بي اس. وأيضا يوم نزلون في المحطة يريد يشتري دخان الخاطف، فشافت اليمني وساعدها وطردوه على طول برا، والأول والأخير قبضوا عليه. في تفاصيل الفيديو في القناة طرحته. عندما نستخدم الترندات ووسائل التواصل بشكل سلبي، نشاهد هنا تماشيا مع ترند تركض لي، أصحابنا عكسوها خزن لي، ما فيش فائدة. أيضا خبر أو فيديو خارج عن الأخبار والترند اليمني، ولكن ناسبني، وهو هذه الحكمة. مثل ما شفنا حاليا أنا أشوفها مناسبة، كثرة الحسد، ومثل ما قالت الحكمة بيسمموا البقرة الحلوب هذه عليك. أيضا هذا الشخص الذي لقبوه في البطل عبد الرحمن أبو حاتم، الذي تدخل وأنقذ البنت من المختطف في المحطة في أمريكا. نشاهد. وهنا نشاهد برميل قمامة جديد ولكنه مكفوع على رأسه، يعني مقلوب. ما يريدون يطرحون القمامة. يعني أنا ما أدري نضحك نبكي ولا كيف. يعني صاحب المنزل أو المنطقة هذه ما يريدون القمامة تحقيقا بيتهم، لأنها شكلها تتجدس أو كذا، يعني يرتاحون في الشارع وكل واحد يرقم قدام بيته ولا كيف. والله المشكلة أن الوعي ينقصنا بشيء يعني مهول. ولا القمامة هذه اللي ظهرت في السائلة كلها كانت عايشة في المدينة، لا حول ولا قوة.
وأيضا هنا نشاهد الإعلامي مازن الخطابي يقول إن صديقه الذي ذهب معه إلى إثيوبيا تهاوشوا هناك وضربوه، ظهر بفيديو بهذا الشكل، شاهدتها أنا وعرضته في القناة. الله يصلح الحال ويصلح البلاد ويصلح العباد. أيضا شاهدت الأخبار المتداولة عن مرض المشاهير خصوصا الأطفال، ناهي هنا نشاهد وعلوش، إن شاء الله أنهم يقومون بالسلامة، بس لا تقولون عين يعني يمرروهم ولا شيء. حاليا موسم أمراض يعني، شوفوا مع الأمطار وهذا خصوصا في البلاد ولا في أي مكان إذا تغير الجو من الصيف للشتاء ومن الشتاء للصيف. وهنا نشاهد حادث موتور كامري، التعليقات كلها تقول أول مرة يطلع الموتور مش غلطان، تقريبا الكاميري جاي من أقصى اليمين ورايح على أقصى اليسار. وهنا نشاهد مشهد مؤسف لشخص من محافظة عمران بعد أن سحبت السيول منزله وتهدم، ولا حول ولا قوة. نسأل الله أن يعوضه وأن يوقف معه من يستطيع أن يوقف معه. ومن ضمن الأخبار وهو تفحيط وسط حارة لأشهر سيارة تحمل لوحة 1.1 في صنعاء، كان هذا أمس الخبر متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونصل للذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي يهدد الفن، قد دهفه ما عاد يهدده. الإيقاعات الجديدة التي تتداخل مع الفن اليمني ضيعت العود والدحيس هذاك حق زمان. نشاهد هنا شخص يدعى جميل المسوري، لأنه طبيعي جدا الآن بس له خبرة كذا في المونتاج وفي البعثة هذه بسيطة وكأنك استديو. وداعا لحقوق الطبع والنشر وداعا ل 23 يونيو حاليا لا يوجد قوانين يعني للقصيدة أو هكذا. أنا أتوقع أنه حاليا من جاء صنع أغنية وأرسلها، لكن إذا شافوا قناة كذا مشهورة وتصلح أغاني ممتازة أكيد بيعترضون عليها الشعراء والملحنين. يعني إذا ما الاستديو سجلها، الملحنين والشعراء بيقولون هذا كلماتي وهذا بيقول ألحاني. عموما لسه الآن نشاهد، شوفوا كيف الفن، أنا بطول بهذه الأغنية ويعتبر إعلان لجميل المسوري، تابعوه. هنا نشاهد مثل ما شاهدت أول لقطة للقمامة هذه وهي تقريبا في سائلة في تعز. أين كانت هذه القمامة ومن أين أتت؟ أدركت أنا أن الخطأ ليس خطأ البلدية، الخطأ تراكمي، الخطأ من الناس نفسهم. يعني التوعية لا توجد توعية، كل من رقم السائلة والسيل بيجي، وإذا ما جاء سيل يعني منتظر للسيل والبلاد ساقي. يا جماعة اتبعوا خطوات البلدية التي تتخذها، في حلول أكيد يعني، ما فيش حلول، ولكن هذا يقلب البرميل وهذا يلقم في السائلة، كارد رباح يعني، كما اللي شيء كارد يعني إذا ما في توعية من نفس الناس نفسهم، الشعب والمجتمع نفسه. إبراهيم أحد الانستغراميين، المهم المشاهير في الانستغرام، في له ترند بس ما تعمقت به كثير، أنا ما في معي وقت يعني عدة ترندات، ولكن شفت ناس يتكلمون عنه. ظهر بهذا الفيديو يقول حب الناس، وحتى إن واحد سوى لأمه انستغرام علشان تتابعه، وإن حب الناس أنا لا حد يحبنا، أنا أقول حتى لأهلي وأصحابي وأمي وبيقول لهم لا تحبونا عادي، إيش بستفيد لو واحد قال لك أحبك وأنت ما أنت مستفيد منه شيء، هذا عن الحب. ولكن هو يعني قالوا تعمق كثير، يشتي يوصل مليون على حالا يكون بيوصل يعني، بتوصل إذا في شيء مهم. أنا ما أطلب لا لايك ولا اشتراك ولا شيء، تاجه بنفسها، دعوها فإنها مأمورة. المهم موفق يا أخ إبراهيم، وإن شاء الله توصل مليون وزيادة. وهنا مشهد لعرس مفتوح في أحد الأماكن كذا والمعازيم يتدافعون، طبيعي جدا إنه يحصل مثل هكذا. سجلت أنا فيديو بينزل قبل الحصاد إن شاء الله حول هذا، إنه أكيد طبيعي تحصل في كل بلدان العالم إذا كان يعني المعازيم من عامة الناس وليس من المعارف. ونصل آخر شيء يعني أو قبل الأخير للحلوة. إيش اسمها؟ سماح أنعم، هي شايفة نفسها حلوة، إحنا ما نشوفها حلوة، ولكن هي مصدقة نفسها حلوة، لأن النخرة حقها نفس الكوريين. حاليا صارت موضة هذه عند البنات، فهي قد جاءت يعني صدفة وفاعلة يمكن عدسات أو عيون. المهم أنها مثيرة للجدل، فعلت إعلان للمافيا لفندق وصيح الناس عليها، خلوها يا جماعة، خلوها تعلن، ايش المشكلة؟ لكن السيجارة هذه بهذه الطريقة شيء يعني ما هو تمام، ترويج للسيجارة. عموما وصلنا إلى ختام الحصاد، وإذا في متفرقات بطرحها في النهاية. تحياتي للجميع.